يا صباح الرضا، يا صباح التفاؤل. يلا قضوا معانا يوم من ايام اسبوع، اخر اسبوع من طوبة. كان دفى وجميل خالص، من احلى الايام. قلنا نستغلها وما نضيعش دقيقة. وهنبدأ من مطبخنا. انا امل وده مطبخي. معانا فلفل، ده اللي لقيناه في التلاجة، قلنا نعمل فطار مش عادي. فلفل قطعته، معانا بيض، معانا زيتون، في بيضة رابعة كمان. لو في جبنه تركي او رومي ماشي، موتزاريلا ماشي، دلعوا المطبخ. بمسك بيضه بيضه زي ما انتوا شايفين، كل بيضه لوحدها هتبقى في سندوتش. قولي لي طب ما تقليها وحطيها في سندوتش؟ لا طبعا، احنا عايزين نعمل حاجه جديده، حاجه تكسر كده اليوم وتفرحي العيال. شوفي اهي، كاني بعمل قرص بيض عادي، كل بيضه لوحدها. واجيب الرغيف ونلزقه كده. هتقولي مش مستويه، دي نص سوا، هتستوي دلوقتي كلها اهي، من جوه مستويه ومن الناحيه التانية هتستوي. حط الفلفل والزيتون. في جبنه تركي ماشي، على قد امكانياتكم، انا ما كانش فيه بس قلت لازم اعمله لهم، بيحبوه. تحمروا من الناحيه دي، الناحيه التانية نعمل واحده كمان بنفس الطريقه لغايه ما نخلص الاربع سندوتشات. كان عندنا فلافل سخنه كمان، عملناها كل واحد سندوتش بيض وسندوتش فلافل. وقلنا هنروح فين؟ على السطوح في الشمس الجميله دي. شوفوا الجمال، شوفوا بيتنفخ ازاي، يحمر من الناحيه دي والتانية. طلعنا على السطوح، كان يوم مشمس وجميل وحلو. ودي سندوتش الفلافل ابو طماطم اللي بحبه، شاي بلبن. وقعدت مع الاولاد كاننا في فسحه. خلوا عندكم رضا وتخيل. مش قادرين؟ مفيش سطوح، في بلكونه. مفيش بلكونه، شباك البيت عندكم بيدخل شمس، اقعدوا جنبه وتخيلوا ان انتوا في رحله. وابو علي جاب لنا سمك مشوي معاه، قلنا خلاص هننتخ وخس. قعدت انضفه. بصوا مفيش حاجه عندنا بتترمي، كان خس جميل ومسكر. باخد الورقه اللي فوق ديت واخليها للمحشي، وده بغسله بقى ناكله بقى للسلطه وللاكل. وطالما في خس يعني سلطه مع السمك النهارده. شوفوا الخس، خس اسكندراني جميل كله زيوت. شوفوا الجمال. قعدت نضفته، كان كتير والله، كانوا 10 خصات. طبعا لو نضفتهم كلهم واتغسلوا هيبوظوا. نضفت 5 للاكل تحت، وهتشوفوا التانيين هعمل فيهم ايه. اهو نضفت بس الورقه الدبلانه من جوه، ما فصصتش، ما خدتش ورق، بحيث منين ما اعوز اخد واحده بواحده، ما تبص. مفيش حاجه عندنا بتترمي. بعدين الخس دلوقتي يا ولاد رخيص، روحوا هاتوا خس وكلوا فيتامينات. والباقي طبعا ما بيترميش. عندي 3 فرخات يتام، هقطعه واحدفه لهم. يبقى احنا كلنا خس وفراخنا كلت، وكمان عملنا منه محشي. احلى حاجه الاستغلال دي. وبعدها الاولاد قعدوا يلعبوا بالقطط او فعصوا في القطط بقى لسه مولوده كانت، وبيتعلموا لسه ورا مامتهم، وهم فرحوا بيهم. شوفوا الجمال، المشمشي ده عسول، والسفروت الصغنن ده سموه شروق عشان صغنن زي شروق. شوفوا الاسمراني ده عينيه زرقاء. كان يوم لذيذ، انا كنت حاسه ان انا في رحله بره، خرجت بره البيت في رحله. رفعوا عن نفسكم حتى لو جوه بيتكم، خرجوا وغيروا الجو. بعدين نزلنا من على السطح على الجنينه. طبعا الجنينه كانت انا وهي زعلانين من بعض، وعلي حبيبي ادعوا له قبل ما يسافر، هو اللي صالحني على الجنينه. وبدا ابو علي يسقيها، وهبحكي لكم حكايه الجنينه وازاي تصالحنا. يسقيها بقى عشان تدب فيها الحياه وتنبسط بينا. شوفوا الميه كانها دم ماشي في شريانها. الميه روح الزرع وروح الحياه. وده البصل الاخضر الجميل اللي طلع، خدت منه عشان ده جميل، هيبقى مع السمك، هحطه في السلطه وناكله الباقي. حاجه انتاجنا بسيطه، حطوها في اي علبه عندكم في بلكونه وازرعوا. كان بصل مزرع في البيت هيبوظ، زرعته. وده الجرجير، جرجير من غير كيماوي، ضعيف شويه بس كان لذيذ. سمك يعني جرجير، بيبقى جميل السمك المشوي. طبعا بقى عبال ما انا دخلت اعمل السلطه، كانت منى اصلا هي عملت الرز وعملت بابا غنوج. بابا غنوج مع السمك يا امل. بابا غنوج مع السمك. اي حد اسكندراني او اسكندريه اسالوهم، سمك مشوي. حتى المطاعم الكبيره قدوره بتاع السمك هتلاقيه جايب لك مع السمك طبق سلطه الطحينه وبابا غنوج. يبقى اكله ريفي بملمس اسكندراني. صدقوني بابا غنوج جميله قوي مع السمك، وجربوها. ودي طبق السلطه، وعندنا جرجير
وعندنا البصل، وادي بابا غنوج، وادي السمك الجميل. الرضا حلو حتى لو في شمس دافيه تدفي قلوبنا. ارضوا وانبسطوا. حطوا ملايه كده تحت الشباك وافتحوه يدخل شمس، واقعدوا واعملوا شاي. هتحسوا انكم في رحله جميله انتوا واولادكم. المهم انبسطوا، المهم البركه والرضا، هي دي اللي بتعمل الدفى، وهي اللي بتعمل الحب في العيله. ويا ريت لو عجبكم الفيديو تعليقات وشير ولايك عشان عيلتنا تكبر كلنا مع بعض بيكم. مع السلامه.